السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، عندنا هذا جهاز الريسيفر أو جهاز الستلايت بهاي العدسة اللي هي يسموها عدسة العين السحرية، ما تستجيب للريموت مع العلم بأنه هي شغالة. فراح أشغل الجهاز. مثل ما نلاحظ اشتغلت. راح أجي أضغط ما تبدل القنوات، أي عملية تغيير ما لا يصير بيها. لو أجي على الدقم اللي بيها مثل ما نلاحظ، هاي 8 هاي 9، فتتغير طبيعي. هنا أنا إيش راح أسوي؟ راح أعلمكم على طريقة تصليح بسيطة وسهلة إن شاء الله بالنسبة لهاي العين السحرية. راح أجي بالبداية أفككها. طريقة الفك مالتها طبعا سهلة، بس مجرد هذا أي شي حد بالطريقة هاي. الصورة هاي أجي مباشرة هنا أني على هذا المستقبل للإشارة. هذا الأقطاب مالته من البداية راح يكون هذا الحار، الوسطاني هو الجراوند اللي بارد، والقطب الأخير هو يرمز إلى بالآر اللي هو الإشارة مالته. بالنسبة للوايرات هنا مكتوب عليها، يعني هذا الأحمر يعني حار، ما أريد توضح في الفيديو، ما أريد توضح. هذا البي في سي، وهذا الجراوند، وهذا الار اللي هو ثاني واحد، وذني البيانات مال الداتا. أنا هسه أول عملية أقوم بها راح أفحص الفولت اللي داخل هنا على هذا مثل ما قلنا. أول واحد هو الحار والبالنص هو البارد. فأنا إيش محتاج أفحص على أقطاب هذا المكثف بأنه أكو يوصل لي فولت هنا لو لا. فأجيب الأوفو وأخليه على الدي سي. وأبدي أخليه على القطب الوسط والقطب الطرف. هنا هسه أني ما عندي غير 2 فولت. راح أشيك الفولت اللي جاي. تقريبا أيضا 2 فولت.
أنا عندي أني الأوفر شوية قياسه مو مضبوط. المهم مطابق الدخول من الريسيفر وواصل للمستقبل مال الإشارة. أنا راح أسوي طريقة بسيطة وأتبع بيها الدائرة. بالبداية لازم أتأكد بأنه الوايرات واصلة للمستقبل، وأشوف يا واير من عندن ما واصل وأحاول أوصله. فأجي أني أتبع الخريطة هسه، لو ألاحظ بأنه الحار واصل هذا القطب المان من عبر هاي المقاومة جاي لي جاي صحيح، إذن الحار متغذي. الآر اللي هو يروح لهذا القطب الطرفاني قلنا أيضا هذا القطب الثاني متوصل مباشرة. الجراوند جاي لي جاي داخل على الاي سي واللي جاي منقطع. أنا إيش راح أسوي؟ راح أوصل قطب من هنا اللي جاي أسوي شورت ونشوف العملية. راح أبدي أحك هذا شوية. والبارد هنا هذا أقدر أسوي. خلنا نطفي من الكهرباء شوية. وأجي أجيب لي قطعة واير وراح أبدي هنا أخلي سولدر وألحم هذا الواير هنا. القطب الثاني اللي حيصير عندي هذا على الوسطاني. اللي هو هذا. هذا صار بهالطريقة هاي مثل ما قلنا على المكتف القطب البارد اللي هو على الوسطاني، وهذا القطب اللي هو البارد. نحدي هسه أشغل الجهاز. هذا هسه الجهاز اشتغل. راح أجيب الريموت وأبدي أغير بيه مثل ما نلاحظ. اشتغل الجهاز بشكل طبيعي. هاي أبسط طريقة لتصليح العين السحرية بالنسبة للجهاز. مجرد يعني صار تشغيله بشكل مباشر. بالنسبة للأجهزة الباقية يعني مثلا هاي العين السحرية مثلا مو من هذا الجهاز، أنا بس علي أضبط الحار والبارد. يعني أفتح الواير إذا لقيت مثلا الحار بالأزرق مو الأحمر، فأجيب الواير أخليه هنا. المهم يوصل عندي حار وبارد للمستقبل، وحسب الأقطاب مالته قلنا اللي هذا اللي هو على اليمين هو حار والوسط بارد والمنا اللي هو الإشارة. فراح يشتغل على أي جهاز، على أي جهاز يشتغل. أتمنى تكون استفادتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.